بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أولادنا وبناتنا في الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي تحديدا علم رياضيات إن شاء الله تعالى. دي تمارين من معالي المستشار الأستاذ مجدي الصفتي. تمارين مهمة جدا جدا، تمارين بتعتمد على المهارة تو ماتش سكيلز، لازم تكون مهاري بنسبة 100%، وإن شاء الله تعالى تمارين مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية. تعال نبدأ بأول سؤال. مسألة زي دي دالة س بتساوي قتا س. لو أنت قلت مشتقة حاصل ضرب دالتين، مشتقة الأولى في الثانية زائد مشتقة الثانية في الأولى، زي كده هتبقى صعبة عليك شوية، تمام؟ لكن لو أنت رجعها لأصلها بقى كده، أدي دالة س هتساوي، هي القطة س دي 1 على ج س، تمام؟ يعني القطة دي أدي هنا أهي 1 على ج س، ونقول هنا بقى أدي جتا س زائد ج س. طب اضرب بقى كده، دالة س هتساوي كل ده تعديل، جتا في 1 على ج بزاطة، ادي زاطة س زائد 1 على ج في ج بواحد. كده اجيب المشتقة الأولى بسهولة. مشتقة الزاطة سالب قتا تربيع سالب قتا تربيع س. طيب لو طالب مثلا مستوى متوسط، عارف هيعمل ايه بقى؟ يعملها زي ما انا عملت كده في الأول، يعملها مشتقة حاصل ضرب دالتين، نفس الفكرة التانية دي. تمرين رقم 2، القا دي برضو نفس القصة، ادي دالة س هتساوي القا 1 على جتا، يبقى دي 1 على جتا س، تمام؟ وهنا برضو نفس القصة اهي، ادي جتا س زائد بقى؟ زائد ج زائد ج س. دالة س هتساوي 1 على جتا في جتا يبقى بواحد، 1 على جتا في ج تبقى ظ س. كده اقدر اجيب المشتقة الأولى، د شرطة س هتساوي مشتقة الواحد بصفر، ده ثابت، مشتقة الظا بق تربيع بق تربيع س. خدت بالك؟ يبقى الإجابة ايه بقى؟ ق تربيع ق تربيع س، ماشي؟ وهنا الإجابة سالب ظا سالب ق تربيع. الخلاصة عايز اقول لك فكر، القصة كلها تفكير. طيب هنا برضو المسائل كلها بتعتمد على المهارة. هي أس ص هتساوي ق س، عايز المشتقة الأولى. طب الشق دي مشتقة الدالة الأسية بتنزل زي ما هي في ص شرط، وهتساوي ايه بقى؟ مشتقة الق س، يبقى ق س ظ س، ادي ق س ظ س. طيب هي أس ص بقى هي أس ص بتساوي ايه بقى؟ ق س، يبقى دي برضو بقى؟ ق س في ص شرط هتساوي ادي ق س في مين يا شباب؟ في ظ س. تمارين بتعتمد على المهارة دي مع دي، يبقى ص شرطة هتساوي ايه بقى؟ ص شرطة هتساوي ظ س. كده ادي هنا ص شرطة هتساوي ظ س. تمارين بتعتمد على المهارة بنسبة 100%. تعال نشوف اللي بعديها. شايف ده برضو تمارين مهاري، ادي السين بتساوي ظ وادي الصاد. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ مش انت عندك القاعدة دي 1 زائد ظ تربيع 1 زائد ظ تربيع سيتا هيساوي ق تربيع سيتا، ماشي؟ طيب معنى كده ان انا ممكن اربع السين تبقى س تربيع، واربع الصاد تبقى ص تربيع، تبقى دي ظ تربيع سيتا، ودي تبقى ق تربيع سيتا. يبقى هنا 1 زائد مكان الظ تربيع هنكتب س تربيع، ومكان ده هنكتب الصاد ص تربيع. اقدر اشتق دلوقتي مشتقة دي 2 س ومشتقة دي 2 2 ص في ص شرط، دي مع دي، يبقى كده عندي ص شرط هتساوي س على ص، هتساوي س على على ص. من عند السين بتساوي ظ سيتا، السيتا بتساوي كام بقى يا شباب؟ 60، يبقى س هتساوي ظ 60، ادي ظ 60 وادي الصاد هتساوي ادي ق 60. ظ 60 بكام بقى؟ بجذر 3، تمام؟ الق 60 اللي هي 1 على جتا 60، 1 على جتا 60 يبقى تطلع بكام؟ ب2. يعني ده هتطلع كام بقى؟ هي س على ص، يعني جذر 3 على 2. ماشي يا شباب؟ ادي الإجابة. تمارين سهلة جدا جدا ومتميزة. تعالى شوف هنا نفس القصة. هنا برضو هنقول بقى ادي هنا بقى نشتق دي تنزل الدالة الأسية زي ما هي في مشتق دي بقى د شرطة س، مشتقة القاء بقا ظ، ادي ق س ظ ظ س. طيب هي أس د س اللي هي مين بقى؟ اللي هي ق س في د شرطة س هتساوي ق في ظ، ادي ق س. خلي بالك التمرين اللي جايه لك بكره ان شاء الله بتعتمد على المهاره دي مع دي. خلاص ادي د شرطة س هتساوي ظ س، ادي د شرطة س هتساوي ظ س. يبقى هنا ظ كام بقى؟ باي على 3، يعني ظ 60، يعني تساوي جذر جذر 3. تمام؟ بتعتمد على المهاره بنسبه 100%. هنا س، شوف بقى س في لوغاريتم ص للاساس لوغاريتم ه للاساس ص. طب بص بقى، خلي دي لوحدها الاول، لوغاريتم ه للاساس ص هيساوي 1 على على س. طب انا ممكن اعمل دي كده،
ابدل الاس، شوف لوغاريتم العدد هاء للاساس ايه صاد، ممكن اخلي دي صاد ودي هاء ونقلب دي يبقى ايه؟ يبقى س. تمام. تعال نشتق، سهله جدا اهي. خدت بالك قلبنا دي ازاي؟ خليت العدد مكان الاساس والاساس مكان العدد. طيب دي هتبقى صاد في المقام ومشتقتها في البسط، ومشتقة السين بكام؟ بواحد. معنى كده ان شرطة هتساوي ايه؟ هتساوي صاد. طب يا صاد بتساوي ايه؟ انا عندي س بواحد، انا عندي س بايه؟ س بتساوي واحد. عايز اجيب الصاد. تعال نشوف كده. لو عوضنا عن السين بواحد نعوضنا هنا، ماشي، او نعوض هنا. يبقى لوغاريتم هنا، لوغاريتم صاد للاساس هاء، السين بواحد هتساوي ايه؟ واحد. يعني الصاد هتساوي ايه؟ هاء اس واحد. يبقى كده صاد هتساوي ايه؟ هتساوي هاء. دي الاجابه. تمرين روعه، تمرين ولا اروع. تعال شوف هنا تمارين معالي المستشار الاستاذ مجدي الصفتي. ادي هنا نهى، انت اهم حاجه خليها شكل القاعده. س تقول لي الصفر. شايف؟ ادي هنا هاء اس 2 س، هي بتيجي بالآلة على فكره. ادي هنا س، لو ضربت هنا في 2 يبقى اضرب هنا في 2 بحيث دي تروح مع دي. كده هتساوي كام في كام؟ دي كده القانون نفسه بقى، يبقى 2 في 1 هتساوي كام؟ هتساوي 2. ماشي يا شباب؟ خلاص هتساوي ايه؟ هتساوي 2. هنا بقول لك العمود على المنحنى ده، تمام، عند النقطه 0 و4 يصنع مع محور السينات مثلثا ايه؟ مساحته. طيب انت كده كده هتجيب المشتقه الاولى عشان الجزء ده مش هيكفي، بس هتجيب المشتقه الاولى. شوف بقول لك العمودي ادي صاد بيساوي صاد شرطه هيساوي مشتقه 3 بصفر. ادي هنا هاء اس 2 ايه؟ 2 س، والاثنين هتنزل. ادي هنا جتا س، ما تسيب لي بقى دي زي ما هي، انا هشتق جتا تبقى جا س، وادي هنا هاء اس 2 ايه؟ 2 س. طب اعوض عن س بصفر، يبقى صاد شرطه هيساوي، طبعا دي بصفر يبقى 2 هاء اس صفر جتا صفر ناقص جا صفر في هاء اس صفر. طيب هاء اس ده هتديني 2 وده هتديني صفر، يبقى كلها هتساوي كام؟ 2. هو بيقول لك العمودي، بيقول لك الايه؟ العمودي. يعني انا كده اجيب مين الايه؟ العمودي. يبقى اقلب واغير الاشاره. ماشي يا شباب؟ واعطيك النقطه هنا اهو. تمام. انت هتجيب بقى دلوقتي هتقول ايه بقى؟ هتقول صاد ناقص صاد واحد على س ناقص س واحد هتساوي مين العمود اللي هو سالب ايه؟ سالب نص. يعني صاد ناقص 4 على س ناقص صفر هتساوي ايه يا شباب؟ هيساوي سالب نص. ماشي؟ طيب هنا بقى طرفين في وسطين يبقى 2 صاد طيب ناقص 8 هيساوي سالب ايه؟ سالب س. يبقى معنى كده ان 2 صاد زائد س هيساوي موجب ايه؟ هيساوي موجب 8. لو انت جبت التقاطع مع محور السينات يبقى صاد بصفر، تقاطع مع محور السينات ما فيش صاد، يبقى صفر صاد بصفر يبقى 8 وصفر طالما صاد بصفر. ولو جبت التقاطع مع محور الصادات يبقى س اللي بصفر، محور الصادات يبقى السين بس اللي موجوده. ماشي؟ السين بصفر يبقى صاد موجود قصدي. 2 صاد هتساوي 8 يبقى ده 4، وده السين بصفر هنا اهو يبقى صفر و4. خلاص؟ شوف ده عارف اجيب مساحه المثلث نص في 4 في 8. ماشي يا شباب؟ نص في 4 في 8 ب 32 يبقى تدينا كام؟ 16. مساحه المثلث هتساوي ادي نص في 8 في 4 يبقى تساوي كام؟ هتساوي 16. معلش المساحه قليله بس اللي سيبناها للمساله. تمارين ولا اروع. طيب الداله دي نقطه حرجه عند س بتساوي ه، هات يا عم المشتقه الاولى وساويها بالصفر. ده شرطه س هتساوي مشتقه السين بواحد يبقى هنا كاف ناقص لوغاريتم العدد س للاساس هاء، تمام، زائد انا هنزل السين هشتق الثانيه دي بقى في الكاف ده عدد مشتقه الثابت بيساوي صفر. طبعا ده السالب زي ما هو اهو، السين في المقام والشقه في البسط. طيب المشتقه الاولى هتساوي كام؟ صفر عشان نقطه حرجه. عند س بتساوي كام بقى؟ عند س بتساوي ايه؟ هاء. نقول بقى هنا ادي كاف ناقص لوغاريتم هاء للاساس هاء ناقص واحد. ليه بقى؟ عشان السين ده هتروح مع السين دي هتساوي ايه؟ هتساوي صفر. تمام؟ يبقى كاف ناقص واحد ناقص واحد هتساوي صفر. يعني الكاف هتساوي كام بقى يا شباب يا علم رياضه؟ الكاف هتساوي 2. تعال نشوف اللي بعده. شوف بيقول لك ايه بقى في اللي بعده؟ مساله جميله روعه. دي داله حقيقيه معرفه. بيقول لك داله 4 هتساوي 7. المشتقه الاولى بتساوي صفر، دي نقطه حرجه. خلي بالك المشتقه الثانيه بتساوي سالب 3. طالما المشتقه الثانيه سالبه يبقى ايه؟ يبقى عظمى، يبقى عظمى محليه. طالما المشتقه الثانيه ايه؟ سالبه، يبقى كده النقطه اللي عندي كام وكام؟ يبقى النقطه اللي عندي 4 و7. طبعا دي عظمى محليه صح؟ يبقى قيمه عظمى محليه. فين بقى قيمه عظمى محليه؟ اهي دي الاجابه. الجمال ده تمارين ولا اروع. طب بص بقى يا شباب، هنا 1 زائد ذ تربيع بق تربيع
ادي ق تربيع س، هتضربها في جتا تربيع ايه س. طب بص بقى يا سيدي، الق تربيع في جتا تربيع يدينا كام؟ 1. تكامل الواحد يدينا كام؟ س زائد ثابت. خلاص القصه كلها القاف الايه؟ القاف الجتا. تعال نشوف بقى هنا مساله روعه برضو اهو. هضرب فيه ادي هنا بقى ادي ق س على ق س ناقص س. هضرب بص ومقام في ق س زائد س. ادي هنا ق س زائد س. خلي بالك انا عندي القاعده دي 1 زائد ظ تربيع س هيساوي ق تربيع س. معنى كده ان ق تربيع س ناقص ظ تربيع س هيساوي كام؟ هيساوي 1. ماشي يا شباب؟ هشتغل القاعده دي دلوقتي. المقام اهو ادي ق تربيع س ناقص ظ تربيع س ده ب1. ادي هنا ق س بقى تتضرب ق في ق تبقى ق تربيع س زائد ق س ظ س. تمارين روعه وسهله جدا بس بتعتمد على ايه؟ على المهاره. طبعا المقام ب1. تكامل بقى الق تربيع دي خلاص مش محتاجينها بقى. تكامل الق تربيع بظ س ادي ظ س. تكامل الق ظ تدينا ايه؟ ق زائد ثابت. ماشي؟ تمارين متميزه بسم الله ما شاء الله. تعال نشوف بقى التمارين دي بقى كده. هنا ق اس 4. بص بقى يا سيدي خليها اس 3. ادي ق س وادي هنا اس 3. التانية هتبقى ق س في ظ س. انا بقول بسرعه عشان بقلل لك وقت الفيديو بس. مشتقة القاء بق ظ اللي هي القاعده دي ادي دالة س وادي هنا دالة س ايه؟ اس ن. دالة اس ن في مشتقتها. المشتقة بتطير يبقى نزود ونقسم على الاس الجديد يبقى 1 على 4 ق اس 4 س زائد ايه؟ زائد ثابت. تمرين عسل عسل بسم الله ما شاء الله. هنا هضرب بقى. هضرب ه اس س في ج زائد جتا يبقى ه اس س في ج س زائد ه اس س في جتا س. تمام؟ بص بقى يا سيدي انا هاخد دي بقى، ممكن اخد دي او اخد دي اللي يعجبك. هاخد دي اعملها ايه؟ تكامل بالتجزيء، التفاضل والتكامل. طيب ادي هنا كام بقى؟ هي دي ج س عشان لما الشقه هتطلع جتا. الهاء اس س مهما كملها هترجع تاني زي ما هي هاء اس س رايح جاي. ده ايه؟ ده ضربه وده طرح. طيب ده يديني بقى الهاء اس س تضرب فوق وتحت تبقى هاء اس س ج س ناقص تكامل هاء اس س جتا س. دي بقى تنزل زي ما هي يبقى زائد هاء اس س جتا س تكامل. ماشي يا شباب؟ فهنقول بقى دي مع دي خلاص يبقى المسألة هتساوي بقى ادي هاء اس س ج س زائد ايه؟ زائد ثابت. تمارين روعة. نتمنى التوفيق للجميع وشكرا معالي المستشار على هذه التمارين القيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.